النهارده هنكمل ما بدأناه الحصه اللي فاتت من بناء وتأسيس لمحمد علي. هنكمل ايه؟ قال لك التعليم والثقافه. يلا يا محمد علي ابدأ بقى علم الناس. اولا محمد علي عشان يعلم الناس انا فتحت عندي زراعه، الزراعه فتحت بيها مصانع، والمصانع بدأت ان انا اتاجر بيها بره. طيب يا محمد علي انت بعد ما تاجرت مش المفروض محتاج اداره او ناس يديروا كل اللي انت بتعمله ده؟ قال لك فانت محتاج حاجه اسمها ايه؟ قال لك موظفين. الموظفين دول هم اللي هيبداوا يصلحوا الدنيا اللي موجوده. فمحمد علي يقول لك انا محتاج موظفين عندي. موظفين بس؟ قال لك لا، ده انا محتاج كمان عمال وفنيين. يعني انت محتاج حاجتين. طب الموظفين هيشتغلوا فين؟ قال لك في الادارات الحكوميه. طب العمال والفنيين؟ قال لك العمال والفنيين دول الناس الصناعيه خلاص اللي هيبداوا يشتغلوا وينتجوا ويعملوا. فبالتالي انا محتاج الحاجتين دول. يبقى بدا يعلمهم. يبقى اهتم محمد علي بالثقافه عشان يسد احتياجاته من ايه؟ موظفين عمال وفنيين. طيب بعد كده الموظفين دول هاخدهم في الحكومه. العمال والفنيين دول قال لك ممكن ان انا اخدهم وادير بيهم مثلا للجيش والاساطيل اللي موجوده عندي. يبقى دي حكومه ودي جيش وايه؟ واساطيل، ناس مخصصه كده عشان الجيش والاسطول اللي موجوده عندي سواء بقى يصنعوا او حتى يشتغلوا. فبالتالي انا احتجت الحاجتين دول. طب ايه اهم التعليم اللي محمد علي عمله؟ قال لك محمد علي اهتم بالعلوم المختصه ولو يكن. قال لك الهندسه كان اسمها هندسه، قال لك اسمها هندس خانه. هي كان اسمها كده المهندس خانه او الهندس خانه اللي هي كليه الهندسه بمعنى اصح. فبدا يعمل كليات، اهتم بالزراعه، اهتم بالهندسه، اهتم بالطب. فبالتالي هو اهتم بعلوم كتير. طب يا محمد علي معلش يعني انت اهتميت بالعلوم دي ازاي وانت ما عندكش حد يدرس؟ فاكرين لما كان بيبعت البعثات الى الخارج كان بيجيب اجانب من بره عشان يعلمونا ويبعت معاهم ايه؟ بعثات بره. كلمه بعثه ان هو اخذ اميز الناس اللي موجوده عندي وطلعهم بره عشان يتعلموا. فبالتالي قال لك انا هودي ناس تتعلم. وديت مين؟ قال لك اتنين بارزين جدا، واحد اسمه رفاعة رافع الطهطاوي، الثاني اسمه علي مبارك. رفاعة الطهطاوي قال لك ان الراجل ده لما ذهب الى الخارج ورجع بدا يفتح مدارس ألسن جوه مصر. يعني ايه ألسن؟ اللي هو ترجمه عشان يقدر ان هو اللغات يترجم من هنا لهنا، دي اسمها مدارس لغات. فبالتالي بدا يترجم. يبقى عندك الاستاذ محمد علي بدا يبعت بعثات خارجيه، وكمان بعت مين؟ قال لك رفاعة رافع الطهطاوي وعلي باشا. بعد ما بعت البعثات الخارجيه محمد علي هيبدا يستعين بمدرسين من بره. ليه يا محمد يا علي؟ قال لك عشان حاجتين. قال لك عشان انا اقدر ادرس وعشان اقدر اترجم. يبقى هو بيستعين بالاساتذه من الخارج. قال لك ليه؟ قال لك عشان خاطر التدريس في المدارس وعشان خاطر يقدر ان هو يترجم الكتب اللي موجوده عنده. فبالتالي عشان حاجتين. طب بعد كده يا محمد يا علي قال لك هبدا انشا حاجه اسمها مطبعه. عارفين الطبعه اللي بتطبع الورق؟ قال لك مطبعه اسمها مطبعه الاميريه. مطبعه اسمها مطبعه الايه؟ المطبعه دي ليه؟ قال لك محمد علي لما انشاها كانت منشاها جنب الجامعات وجنب المدارس. ليه؟ عشان ايه يا محمد علي؟ قال لك عشان خاطر تطبع لي حاجتين، كتب للمدارس وكتب ثانيه عشان الادباء والشعراء اللي موجوده عندي. يبقى هو كان بيطبع كتب او نوعين من الكتب، كتب مدرسيه وكتابه الايه؟ قال لك الادبيه والفنيه. فبالتالي كان برضه بياخد الكتب دي او كان بيطبعها. طب عمل ايه كمان؟ قال لك عمل حاجه اسمها صحيفه، اسمها صحيفه الوقائع المصريه. يا سلام عليك يا محمد علي، ما انت بتعمل الصحيفه دي هي المسؤول عن الاخبار، طلع اخبار ده واخبار ده واخبار ده. فبالتالي عمل صحيفه. يبقى هو عمل مطبعه سميت بالمطبعه الايه؟ الاميريه. طب المطبعه دي كان لازمتها ايه؟ تعمل لي 3 حاجات: طبع كتب مدرسيه، طبع كتب ادبيه، وعمل لي حاجه اسمها صحيفه الوقائع المصريه. كل ده بيتكلم عن التعليم والثقافه. طب بعد كده هبدا اخش بقى في البناء العسكري. عايزين نفهم يعني ايه بناء عسكري. لازم اجيبها من البدايه خالص. كلمه بناء عسكري ان انا لازم ابدا من الضابط لحد الجندي. طب بعد ما اخلص الضباط والجنود لازم اخش على الاصول عشان اعمل بقى جيش قوي يحمي البلاد. طب الاسلحه اللي معاهم مش لازم اعمل مصانع؟ قال لك محمد علي هيعمل كل ده في مصر. الجيوش اللي كانت بره احنا كنا بنجيب منهم اسلحه وبنستورد منهم. قال لك لا، الكلام ده انساه، ده انا هعمل مصنع جوه في مصر عشان اعمل منه اسلحه. كان بيطلع بالقد ايه؟ قال لك بيطلع ب 13000 قطعه سلاح بس. بعد كده قال لك الاسطول السفن. محمد علي هيبدا يعمل ترسانه كامله للسفن عشان برضه يصنعها جوه مصر. يعني انت ما عادش بتجيب حاجه من بره خالص. قال لك لا، انا بعمل كل حاجه في بلدي، مش زي دلوقتي احنا بنروح نجيب من بره وفي نفس الوقت بنصنع جوه، بس احنا بنجيب من بره الحاجات الحديثه وبنصنع جوه برضه. قال لك الحاجات المهمه زي المدرعات زي الدبابات كده
كتركيب، ده تصنيع جوه في مصر. فبالتالي انا لازم يكون عندي منتج اقدر اعتمد عليه. عندي في حرب اكتوبر يعني لما اعتمدنا على الناس تجيب لنا اسلحه من بره طلعت صفقه اسلحه فاسده. تخيلوا نضرب بالعكس يضرب فينا نموت. فبالتالي دي مشكله كانت حاصله معانا في حرب 6 اكتوبر. كل ده محمد علي عمل قبله. تعال نشوف. قال لك اول حاجه محمد علي هيعملها قال لك الضباط، علشان خاطر اطلع ضباط كويسين يقدروا ان هم يديروا المقر العسكري بتاعي لازم اعمل مدرسه. عمل اول مدرسه عسكريه كانت موجوده فين؟ قال لك في اسوان. بالاضافه ان هو راح جاب ضباط ذو خبره واسعه جابهم من بره برضه زي ما بنستعين بالمعلمين. قال لك راح جاب ضابط من الحمله الفرنسيه اللي كانت جايه على مصر اسمه الكولونيل سيف. الكولونيل سيف ده جابه ومسكه احد المدارس عشان يقدر يعلم مين؟ يعلم الجنود دي عشان اقدر اطلع جنود كويسه او اطلع ضباط كويسين يقدروا يحكموا عندي الجنود اللي موجود. بعد كده هستعين بجنود. مش جبت الضباط يلا خش على الجنود. الراجل ده ما استكفاش. قال لك تعالى كده اما نعمل حاجه ما بين الضباط المصريين والضباط السودانيين. نزل على السودان وجاب ضباط من هناك. قال لهم انا ايه رايكم افتح لكم ان مجال التجنيد بيدخلوا جيش. وفعلا راح جاب الضباط السودانيين ودخلهم الجيش المصري تحت القياده. مين اللي غار؟ مين اللي اتضايق؟ المصريين. قال لك هم جاب السودانيين الاول وبعد كده راح جاب مين؟ المصريين. ما هو قوه المصري ما بتظهرش غير لما اجيب حد قصاده عشان خاطر اقول له ايه؟ ان ده احسن منه، صح؟ فبالتالي قوته هتزيد. قال لك ان هو جاب السودانيين الاول ودخلهم الجيش وبعد كده راح جاب مين؟ المصري وعمل بينهم قتال. قال لك ظهرت وحوشه المصري كقوه. يبقى هو ظهرت قوه المصريين في القتال في ايه؟ قال لك في 3 حاجات. قال لك اول حاجه الانتظام في التدريب، كانوا منتظمين جدا مصريين. ثاني حاجه اطاعه الاوامر، ان انت تطيع الاوامر اللي جايه لك، مش ان انا اسمع الكلام واطلعه من الجهه الثانيه، لا انا بطيع الاوامر اللي جايه لي. ثالث حاجه ودي مهمه، قال لك كانوا في ميادين القتال كانوا عاملين زي الوحوش. فبالتالي عشان خاطر يستفز اكتر جاب السوداني الاول وبعد كده راح جند. طب وظهرت براعه مين؟ في 3 حاجات: انتظام، اطاعه، وفي ميادين القتال. بعد كده يا محمد يا علي قال لك هنبدا نهتم بالاسطول. يعني ايه اسطول؟ قال لك الاسطول موجود في البحر، اسطول السفن. عشان خاطر ما اجيبش سفن من بره انا هعمل ترسانه سفن كامله. يعني ايه ترسانه؟ يعني مصنع كامل للسفن. طب هتعمله فين؟ اعملها في بولاق. لا ده كان متدمر ايام مين؟ كليبر، ايام الفرنسيين. ولكن احنا عندنا عصر جديد ده محمد علي. ده بعد الحمله الفرنسيه ما طلعت بكام سنه؟ اذا كان محمد علي قضى على المماليك سنه 1811 وهو عمل بعد المماليك الاسكندريه، عمل ترسانه سفن وزود الترسانه دي بالاسلحه. طب بعد كده قال لك عمل مكان لتدريب البحاره والجنود. ما هو انت عشان خاطر تهتم بالسفن ما لازم يبقى موجود عندي قبطان سفينه وجنود عشان خاطر يسمعوا كلام القبطان. فبالتالي عمل مكان عشان يقدر يدرب. بعد كده قال لك هيبدا يهتم بالمصانع. يلا يا محمد يا علي جبت الاسلحه بتاعتك منين؟ قال لك هنروح نعمل ترسانه للاسلحه. يعني ايه ترسانه للاسلحه؟ يعني مصنع كامل بيصنعوا فيه السلاح. طب هتعمل ايه يا محمد يا علي؟ قال لك اولا هنعمل تصنيع حرب اللي هي الاسلحه ايه اللي موجوده عندي. طب الاسلحه دي او المصنع الحربي ده موجود فين؟ قال لك كان عامله في القلعه اللي هي قلعه مين؟ محمد علي. وبدا يبني قلاع. بنى قلاع فين؟ قال لك عشان يامن حدود. بنى واحده في اسكندريه، بنى واحده في رشيد، واحده في دمياط. اشمعنى ال3 دول؟ لان انا لو جيت ارسم الخريطه بتاعتي كده الجميله هلاقي ان انا عندي فرعين اهو، انا دمياط وده رشيد وجنب رشيد مين؟ الاسكندريه. فبالتالي بنى هنا وهنا وهنا عشان تبقى كلهم على ساحل البحر المتوسط علشان تحمي الدوله من اي هجوم جاي منين؟ جاي من الشمال. الله ينور عليك يا محمد يا علي. يبقى تعال نقولهم تاني. يبقى اول حاجه الضباط، عمل مدرسه عسكريه. المدرسه دي كانت موجوده فين؟ قال لك كانت موجوده تحت في اسوان عشان يقدر يعلم الضباط. طب استعان بالضباط اللي موجودين بره مين؟ الكولونيل عشان يقدر يعلم الضباط المصريين. طب بعد كده قال لك جند الناس. جاب جنود منين؟ قال لك جاب جنود سودانيين وجاب جنود مصريين. ولكن مين اللي دخل الجيش الاول؟ السودانيين. بعد كده جاب المصريين. طب هو هنا مين اللي ظهر كفاءته اكتر في الجيش؟ قال لك المصري ظهر في الانتظام والاطاعه الاوامر وبدا في ميادين القتال كان هو الاقوى. طب بعد كده عمل اسطول. الاسطول بتاعه كان فين؟ قال لك عمل اسطول بحري. فين؟ قال لك في بولاق اللي هي ترسانه بحريه ثم بعد ذلك الى في الاسكندريه. يبقى هو عمل في بولاق وعمل في اسكندريه. فبالتالي قال لك ان هو قدر يعمل ترسانه بحريه موجوده في بولاق ثم اتجهت الى الاسكندريه وزودها بالايه؟ بالاسلحه. وعمل ايه؟ قال لك مكان لتدريب البحاره والجنود عشان يقدروا يشتغل. بعد كده عمل مصانع. مصانع ايه؟ قال لك تصنيع حربي. المصنع ده كان موجود فين؟ قال لك في القلعه.
يبقى مصنع الاسلحه في قلب القلعه كان معمول، بالاضافه ان عملوا القلاع اللي معموله كانت فين؟ قال لك اسكندريه ورشيد ودمياط. تمام، كل ده اسمه البناء الايه؟ قال لك البناء العسكري اللي موجود عنده. طيب بعد كده يجي بقى بناء مهم قوي اسمه البناء السياسي. يلا بقى يا محمد يا علي، انت مش جهزت جيشك؟ مش جهزت تعليمك؟ الناس اللي بتعلم في المدارس حارم. محمد علي بيعمل 4 حروب، 2 بأمر من السلطان العثماني و2 من نفسه كده. قال لك وانا كل شويه اسمع كلامكم هتزهقوا فيا، والله لا راح واخد منكم الدول. انتوا فاكرين ما عنديش جيش؟ ده انا عندي جيش ياكل محمد علي البناء السياسي ده عشان يعمله لازم يعيد تدوير الحكومات اللي موجوده عنده، سواء بقى كان عنده كذا حكومه، ولازم يعيد تدوير المحافظات اللي موجوده اللي هي بمعنى اصح تاني الاقاليم زمان. خلاص، فبدا يدور البلد هتعمل ايه. قال لك ان هو اول حاجه قسم مصر اداريا، عملها كام اداره؟ قال لك عمل 7 مديريات، كان لكل بقى مديريه قسم خاص بيها وهكذا، يبقى قسم البلاد كلها الى 7 مديريات. تمام. بعد كده يا محمد يا علي قال لك على راس المديريات دي اللي هو المتحكمه فيها كلها حاجه اسمها الحكومه المركزيه، والحكومه المركزيه هي اللي بتدير شؤون البلاد، هي اللي مسؤوله عنها. طب ما كان مقرها فين؟ قال لك في القاهره. يبقى مين اللي بيرقص المديريات اللي كانت موجوده؟ الحكومه المركزيه هي اللي مسؤوله. طيب بعد كده قال لك عمل عده مجالس ودواوين، المجالس ده عشان يقدروا ان هم يشوروا، فبدا يعمل مجالس، مجلس المشوره والديوان العالي. تمام، عشان يقدروا يخشوا برضه في اداره شؤون مين؟ الدوله. ثالث حاجه قال لك اصدر لائحه جديده عام 1837. اللائحه دي بتنص على ايه؟ او قانون كده، او زي ما تقولوا فرمان كده، قانون بينص على ايه؟ قال لك اعاده تنظيم الاداره الى 7 دواوين، وكلمه دواوين هنا اللي هي وزارات. يبقى هنا الديوان هو الايه؟ الوزاره. يبقى عايزين يعملوا ايه؟ قال لك عايز انظم الاداره الى كام ديوان؟ الدواوين اللي هي ايه؟ وزارات. عايز يعمل 7 وزارات، وكل وزاره اختصاصها الخاص بيها. يبقى ده البناء السياسي. ان شاء الله الحصه الجايه هناخد ال4 حروب اللي محمد علي عملهم.